خسر من زاخو بهدف، خسر من نفط ميسان 1-2. كرة خطيرة، سدرك وركلة جزاء، ركلة جزاء، خطأ دفاعي قاتل من دفاعات نادي النجف، وعرقلة من الحارس وربما سيطرد على اعتبار انها فرصة، لكن العقوبة بطاقة صفراء. نشوفه بالإعادة، نشوف الخطأ من أكبوتشو، سوء تقدير، واستغلها فرانك سيدريك وتعرض إلى عرقلة، والحكم تمركزه سليم، وركلة جزاء لمصلحة نادي الجرمة. سجل في شباك الصين تايمو، ويسجل الآن هدف. جول بالدقيقة 23 لمصلحة نادي الجرمة عن طريق علي حصني من ركلة جزاء بالدقيقة 23. يتقدم الجرمة على ضيفه النجف. شوف لعبها علي حصني على يمين سرهنج، وسجل أول أهداف المباراة من ركلة جزاء لفريق الجرمة. 1 الجرمة لا شيء النجف. هدف سيشعل المباراة. وأذكر آخر فوز حقق الجرمة على نوروز 3-1، ومن ذلك اللقاء لم يتمكن فريق الجرمة من الفوز. تعادل في مباراتين وخسر في تعادل في 3 وخسر في 3.